السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيكة الأحلام طريقة مرة سهلة ولذيذة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، مرة لذيذة واقتصادية، بدون خطوات زايدة، بدون دريم ويب، بدون خلط، بدون أي شيء. مرة اقتصادية ولذيذة. ويلا نشوف الطريقة. أول شيء عندي هنا أي كيك. أنا أخذت هذا الكيك وأرصه بالصينية كطبقة أولى، وعندي هنا بقدر حطيت كاسة من النشا، وكمان عندي هنا كاسة من السكر، وكاسة من الكاكاو البودرة، وعندي هنا كاسة من الموية أو الحليب، وعندي هنا علبة قشطة. أول شيء قبل ما أشغل عليها لازم أخلطها على البارد قبل ما أشغل عليها، ولما أتأكد إنه تمزجت المكونات أحطها على النار تقليبتين كذا حتى تثقل شوي، مو كثير، زي كذا يكون قوام، وكذا يكون الخليط جاهز. وأصبه فوق الكيك كطبقة ثانية. طبعا لا تخلونه ثقيل مرة، خلوه تقريبا نص نص، يكون شبه ثقيل بهذا القوام. وعندي هنا 5 حبات من الجالكسي، أذوبه في الميكروويف ويكون كذا جاهز، وأصبه فوق الطبقة الثانية. طبعا الطبقة الثانية حطيتها بالفريزر لحتى مسكت شوي، بعدين أحط فوقها الجالكسي. لازم هذه الخطوة مرة مهمة، حطوها تقريبا نص ساعة كذا، ساعة، حتى الطبقة الثانية تجمد، وتحطون فوقها الجالكسي. حطيت شوية من الكاكاو البودرة، وأدخلها لمدة 3 ساعات في الثلاجة. وبعد 3 ساعات شوفوا كيف الطبقة ما شاء الله تبارك الله، وبالعافية علينا وعليكم.